هل العقل ممكن يكون سجن؟ سؤال غريب شوية صح؟ في الشرح ده هنكتشف مع بعض إزاي ممكن نحرر عقلنا ونوصل لإبداع حقيقي. كتير مننا بيوصل لمرحلة يحس فيها إنه بيفكر بنفس الطريقة كل يوم. مهما حاول مفيش جديد، كأنه محبوس في دايرة مقفولة. الحقيقة إن أغلبنا عايشين جوه الصندوق ده من غير ما ناخد بالنا. طيب إيه أصل الإحساس ده؟ يلا بينا نفهم ليه عقلنا بيميل دايماً للطرق السهلة والمعروفة. السبب بسيط جدا. عقلنا البشري بطبيعته بيبحث عن الراحة وتوفير الطاقة، وده معناه إن أغلب قراراتنا اليومية مش قرارات واعية قوي. لا، دي مجرد عادات سلوكية بنكررها بشكل تلقائي من غير تفكير. وهنا بالظبط بتظهر المشكلة. الاستمرار في نفس الدايرة كل يوم بيخنق أي فرصة للإبداع أو التطور. يعني ببساطة الروتين هو العدو الأول للأفكار الجديدة. شوفوا الفرق الواضح ده بين نوعين من التفكير. التفكير الواعي بيحتاج مجهود وتركيز، لكن العادات التلقائية دي بتشتغل لوحدها، وغالباً بتكون هي المسيطرة على يومنا بالكامل. تمام، كده فهمنا المشكلة. السؤال الأهم بقى، إزاي نكسر السلاسل دي؟ خلينا نشوف الخطوات العملية اللي ممكن تساعدنا نخرج من سجن الروتين. والموضوع على فكرة أبسط مما نتخيل، في 3 مفاتيح أساسية لو استخدمناهم صح هنقدر نفتح أبواب جديدة تماماً في عقلنا. أول وأهم خطوة هي إننا ندخل تغييرات صغيرة في يومنا بشكل مقصود. مش لازم تكون حاجة كبيرة على فكرة. ممكن نمشي من طريق جديد للشغل أو نسمع مزيكا من بلد عمرنا ما زرناها، أو حتى نقرأ عن موضوع بعيد تماماً عن اهتماماتنا. تاني مفتاح هو إننا نخصص وقت كل يوم نكتب فيه أي فكرة تيجي في بالنا، أي فكرة مهما كانت تبان غريبة أو مش منطقية. العقل بطبيعته عنده فلتر داخلي بيمنع الأفكار الغريبة، لكن بمجرد ما بنكتبها إحنا كده بنديها فرصة تتنفس وتكبر. والنقطة دي بقى حاسمة جدا، تغيير طريقة طرح الأسئلة. يعني بدل ما نسأل هل الفكرة دي هتنجح، وده سؤال إجابته أو لأ، ممكن نسأل إزاي ممكن نخلي الفكرة دي تنجح بطريقة مختلفة. السؤال التاني ده بيفتح مساحات جديدة خالص للتفكير. والأجمل من كل ده إن الطرق دي مش مجرد نصايح تحفيزية، لا دي ليها أساس علمي قوي ومثبت عن طريقة عمل مخنا. العلماء اكتشفوا إن الدماغ عنده قدرة مذهلة على التكيف وتكوين وصلات عصبية جديدة لما بيتعرض لتجارب جديدة. كل تجربة مختلفة بنعملها هي بالظبط كأنها طريق جديد بيتفتح جوه العقل. وعلى الناحية التانية، لما بنعيش بنفس الطريقة كل يوم، الأنشطة المعتادة دي مش بتحفز المخ بشكل كافي خالص. وده هو السبب الرئيسي للركود العقلي اللي بنحس بيه أحياناً. وده بيأكد فكرة في منتهى الأهمية. مش كفاية بس يكون عندنا أفكار جديدة، الأهم هو إننا نربط الأفكار دي بتجربة فعلية على أرض الواقع عشان يكون ليها أي قيمة حقيقية. طيب، وصلنا للنقطة الحاسمة، إزاي نحافظ على الحماس ده ونخلي عملية التغيير جزء أساسي من حياتنا؟ ضروري جدا نستوعب إن مش كل فكرة جديدة هنجربها هتنجح من أول مرة، وده طبيعي تماماً. الفشل مش النهاية، بالعكس، ده جزء لا يتجزأ من عملية التفكير الإبداعي نفسها. الفرق الحقيقي بين الناس اللي بتحقق نجاحات والناس التانية مش الذكاء الخارق على فكرة. الفرق كله في العقلية، القدرة على التجربة المستمرة وتقبل الفشل، والأهم من كل ده التعلم من كل تجربة. التحول الذهني القوي بيحصل لما نبدأ نشوف كل فكرة فشلت مش كنهاية الطريق، لأ، دي مجرد حجر أساس بنبني عليه الفكرة اللي بعدها واللي بتكون غالباً أفضل وأقوى بكتير. في النهاية رحلة التحول دي كلها بتبدأ بقرار واحد صغير، خطوة واحدة بس للتفكير أو التصرف بشكل مختلف النهاردة. والسؤال اللي بيفضل هو، يا ترى إيه ممكن تكون أول خطوة في الرحلة دي؟